السلام عليكم عشاق السينما فين ما كنتو. على طول تاريخ السينما المغربيه ولحد اليوم دازو بزاف ديال الافلام اللي تنافسوا بيناتهم على لقب افضل فيلم مغربي. بزاف منهم بانوا وتنساو دغيا ولكن قليل فيهم اللي كانوا متميزين وعشنا معاهم لحظات زوينه وباقين في عقولنا لحد الان. انا متاكد الا سولتك شكون احسن فيلم مغربي غتجاوبني يا اما الزيرو، كازانيغرا ولا حتى علي زاوا، ولكن خليني نقول لك عزيزي المشاهد باللي للاسف راك غلط، حيت ضيعتي عليك فيلم عظيم وباللي تا واحد فهادو اللي ذكرت ما قدر يقرب ليه ولو شويه. فيلم قليل اللي عارفو رغم النجاح ديالو عالميا. سيداتي سادتي وجدوا لي راسكم مزيان، حلقه اليوم غادي تكون فريده ومتميزه حيت المراجعه التحليليه ديالنا غتكون على الفيلم المغربي بيع الموت من اخراج فوزي بن سعيدي واللي خرج في سنه 2011. غادي نكتشفوا السبب العبقري اللي كان وراء نجاح هذا الفيلم واللي خلى المخرج العالمي مارتن سكورسيزي يعلق عليه. غنقربكم لشنو وقع في السينما ديال تطوان من بعد العرض الاول ديالو، وغنغوصوا في التفاصيل الدقيقه اللي خلاته يتربع على عرش افضل فيلم سينمائي مغربي. ربطوا معايا الصمته ومرحبا بكم في حلقه جديده من مراجعه السينما المغربيه. الا كنتي من عشاق السينما المغربيه والعالميه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، حيت هذه هي القناه المغربيه الوحيده اللي غادي تلقى فيها مراجعه لجميع الافلام المغربيه الجديده والقديمه. دير لايك للفيديو ونبداو. فيلم بيع الموت هو فيلم اسود كلاسيكي من اخراج فوزي بن سعيدي واللي تزاد في مدينه مكناس في سنه 1967. فوزي تخرج من المعهد العالي للفن الدرامي والتنشيط الثقافي في سنه 1990، الشيء اللي خلاه يكمل دراسته في فرنسا فين قدر ياخذ الماستر ديالو في المسرح من جامعه باريس. هذا الشيء اللي خلاه يطور من مهاراته وينغمس اكثر في عالم الفن. فوزي من خلال هذه الاعمال بين انه من نوع المخرجين اللي كيهتم بالجوده على انه يزيد فيلم كرقم في المسيره ديالو، واللي تلاها مباشره اخراج فيلم بيع الموت اللي كان طفره من ناحيه التصوير، القصه والاحداث. الفيلم اللي خلى اثر كبير وطنيا وعالميا بسبب سر ما كان حتى شي واحد متوقعه وما عمره كان ايضا في شي فيلم اخر مغربي. قصة الفيلم كانت قصة كلاسيكية كترسم مسارات شباب مغاربة كتديهم وكتجيبهم تيارات الحياة، التطرف والحب، لكن قوة المخرج كانت في أسلوب الإخراج وطرقه في التحكم في الأدوات اللي عنده، الشيء اللي ممكن يشكل لوحة بانورامية غنية بالتفاصيل اللي جذبت المشاهدين. الفيلم كيحكي قصة ديال ثلاثة أصحاب اللي هما علال، سفيان ومالك، شباب بيطاليين عايشين في مدينة تطوان وما كيعرفوا يديروا والو في حياتهم من غير الدوران، السرقة والتشمكير. هاد الشباب ماشي صحاب عاديين ولكن خوت ما كيتفارقوش، واللي جابوها كيقسموها بيناتهم، وفي مدينتهم اصلا راهم ميتين وغير كيتنفسوا. على مدار الفيلم كنكتشفوا باللي رغم الاختلافات اللي كاينه في الحياه ديال كل واحد الا ان هدف واحد كيجمعهم كاملين، واللي هو يخرجوا من الفقر ويحققوا الاهداف ديالهم في الحياه. علال واللي هو الكبير فيهم والاكثر احترام في المجموعه كيبدا بخروجه من الحبس، واللي من موراها نيشان كيرجع للسرقه والسكره، الشيء اللي كيبين انه ما عندوش بديل في حياته بل ان الجريمه ولات هي حياته. علال كيقرر ان السرقه ديال التويشيات الصغار بحال البزاط والسيكان ما بقاتش خدامه وما غتوصلوا لتا بلاصه. داكشي علاش بدا كيقرر انه يولي بزنس كبير ويخربها فلوس ديال بصح، حيت ما عنده ما يخسر وعارف اش باغي وما كايناش طريق اخرى اللي غتوصلوا لداكشي اللي بغا. هذا سفيان واللي هو الصغير في صحابه، دري يتيم ما عنده حتى واحد من غير خوتو اللي ما ولدتهمش ليه امه، ساكن في الخيريه وعايش حتى هو غير بالسرقه والمشاكل. سفيان هو اكثر واحد تايه فيهم وما عارف ما يدير في حياته. هذا الشيء اللي خلاه يكون فريسه سهله للمجموعه خارج الطريق واللي قدرت تستغله وتغسل له دماغه الى ان ولا متطرف ما كيحملش الناس الغير مسلمين، الشيء اللي داه في عالمه الخاص وخلاه اكثر انعزال على اصحابه وافكارهم. واخيرا مالك، الشخصيه الرئيسيه والاكثر تاثير في الفيلم، شاب اللي مات الوالد ديالو وخلاه وحيد مع خوته والوالده ديالو. الام اللي كتر عليها الحمل تزوجات رجل اخر باش يتعاونوا على الزمان، ولكن من ديك اللحظه مالك ما قدرش يتقبل الوجود ديالو في الدار، حيت كان ديما وفي كل فطور كيشوف راجل مو اللي خباز وهي نفس المهنه ديال الاب ديالو، الشيء اللي كيفكروا فيه ديما وكيتبدلوا نهار على نهار باللي واخا الوجود ديالو كاين عمرو غيقدر يعوض الاب ديالو. هذا الشيء اللي خلاهم ديما في مشاحنات وخلافات واللي غادي تسالي بداك الشيء اللي ما كان حتى شي واحد كيساينو.
واحد النهار وهما جالسين كاملين، مالك كتثير الانتباه ديالو واحد البنت اللي سميتها دنيا وكتعجبو بزاف. مالك واخا عرف باللي هي بائعة هوا وكتخرج في الليل، ولكن مع ذلك تعمى وما همو والو من غير انها تبغيه حتى هي وتعطيه شنو بغا. دنيا ماشي من المستوى ديالو بتاتا، كتكون غير في البيران الكبار والحفلات المفرقعه مع كليان اللي صحاح، الشيء اللي خلى مالك كيجمع وكيسرق في الفلوس غير باش يقدر يدخل بحال هاد الاماكن ويدير بلاصتو معاهم. الا انه كياكل سلخه ديال العصا كل مره وكيجريو عليه حيت ما عنده زهر في الحب وطلع لبرا بزاف. حياه مالك كتبقى غادا بنفس الروتين، السرقه، الدوران، الصداع مع الدار، حتى غادي يجي النهار اللي غتقلب فيه حياته وغتبدل مجرى احداث الفيلم كامله. مالك كيطرالو مشكل مع راجل مو كيوصل معاه للاخر، هادشي اللي خلاه يفكر في شي خطه اللي تهنى منه بها في مره، وبالفعل كيقرر انه يدير له المخدرات في المحل ديالو باش البوليس يجيو يديوه ويتهناو فيه في مره. الخطه بالفعل كتنجح، ولكن الفرحه ديالو ما كملاتش حيت البوليس اللي شد القضيه عرف باللي يقدر ينتفع من الغباء ديال مالك ومن حبه لدنيا، هادشي اللي خلاه يطلب منه يولي الشكام ديالو ويوصل له الخبارات كاملين اللي في المدينه، في المقابل انه غيوفر له دار ويخرج دنيا من الحبس حيت كانت شدات على واحد المنتيف ديال الفساد. مالك لقى راسو بين جوج خيارات، يا اما يختار صحابو اللي كبر معاهم وهما حياته، ولا يختار يكمل حياته مع دنيا ويعيشوا بجوج كيف ما كان كيحلم، وفي الاخير كيفكر في مستقبله معاها وكيقرر انه يبيع راسو للبوليس. ركزوا معايا مزيان من دابا حيت هادشي اللي جاي كان من بين التفاصيل الدقيقه اللي زادت قوه للفيلم وخلاتو ينجح ويختلف على باقي الافلام المغربيه. على طول الفيلم المخرج بقى كيزيد شويه بشويه في حده ودرجات الاحداث حتى وصل بينا لنقطه اللا عوده اللي عرات على الحقيقه البشريه ديال الشخصيات وخلاتهم يهرسوا كاع داكشي اللي بناوه واللي هو علاقه الصداقه الحقيقيه اللي ما عمرها غتسالي. الفيلم بدا بفرحه وحب الصحاب لبعضهم اللي كانوا ما كيتفارقوش حتى وصل للمرحله اللي غادي يتفرقوا وغيبدا الغدر بيناتهم، المرحله اللي علان اختار الدنيا، مالك اختار دنيا وسفيان اختار الاخر. واخا الاختلافات ديالهم بدات كتكبر في هذه المرحله، الا ان حاجه وحده اللي بقات جمعاهم كاملين واللي هي الفلوس والثراء اللي خصهم يوصلوا له. داكشي اللي خلاهم يبداو يفكروا ويخططوا انهم يديروا عمليه سطو لواحد المحل ديال بيع جوهرات في المدينه، وهذا المحل مملوك ديال واحد الراجل نصراني اللي لاباس عليه. مالك قبل ما تبدا الخطه كان تحت ضغط كبير من عند الكوميسير اللي جبروا باش يعلموا بالتخلويض كامل اللي في المدينه الا بغى الدعم المادي ديالو ليه هو ودنيا يستمر، وحيت مالك تعطل عليه بزاف بلا ما يجيب له حتى اخبار لقى راسو مجبر باش يعلم الكوميسير بالخطه السرقه وجميع التفاصيل ديالها. وبالفعل نهار السطو جا والخطه بدات. مالك خلق واحد الصداع في القهوه اللي مقابله مع المحل باش الناس يتلهاو معاهم وما ينتبهوش لصحابو اللي غفلوا النصراني وبداو العمليه ديالهم. مالك تسنى شويه د الوقت ولحق على صحابو باش يعاونهم، الشيء اللي خلى الكوميسير يلحق عليه باش يقبط عليهم تحت تصوير الصحافه، الا ان الخطه ما مشاتش كما كان مخطط ليها. سفيان سال المهمه ديالو وسلم عن النصراني، الشيء اللي خلى البوليس يتدخلوا في الحال وتحول الخطه من سرقه لجريمه بشعه غتهز المدينه. علال ومالك قدروا انهم يهربوا من السطح ويفلتوا من الجريمه، الا ان الكوميسير اللي كان معلوم بالخطه قبل ساينهم في السطح وتيرف علال باش يتهنى منه. سفيان كيخرج بكل الفخر من المحل وهو فرحان بالانجاز ديالو، ومالك في نفس الوقت كيهرب بالفلوس لمحطه الكيران باش يتلاقى بدنيا اللي كانت كتساينو ويهربوا بجوج. مالك لقى دنيا كتساينو وعطاها الفلوس باش تخبيها عندها، ولكن للاسف كتهرب بهم وكتخلي مالك مصدوم دايره به الدنيا ومدمر حيت تغدر من اقرب واحد ليه. النهايه ديال هذا الفيلم بالضبط كانت من احسن النهايات المعبره في تاريخ السينما المغربيه، حيت ببساطه نسفات شحال من فكره خلانا المخرج نامنوا بها وحنا كنتفرجوا. الصحاب اللي كانوا خوت وما كتفرقهم غير الموت غدروا بعضياتهم وفرقاتهم الدنيا. علال اللي كان باغي الدنيا مشى للاخره اللي ما كانش كيتسناها ولا موجد ليها. مالك اللي كان بغى الفلوس باش يعيش مع دنيا كانت النهايه ديالو لا فلوس لا دنيا لا عائله. وسفيان اللي اختار الاخره كان مغلوط ودخل الاخره من باب اخر اللي ما كانش متوقعه.
الاختيار الموفق لمكان التصوير واللي هي مدينة تطوان دخلنا في جو الحياة اليومية الشخصيات وخلانا نحسوا بهم ونتعاطفوا معاهم في نفس الوقت. تطوان كانت مدينة مضببة كيمتازج فيها أموال المخدرات مع العالم ديال الدعارة، حابسة سكانها بين البحر والجبال بلا فرص للشغل وبلا مرافق فين يقدروا ينساو الهموم ديال الحياة. الزناقي والعمارات ديالها واقفين مرتبين وزوينين، ولكن بحال شي متاهة أو شبكة ديال العنكبوت اللي كتبان جذابة ولكن غير كتجرك ليها ما كتخليكش تخرج منها مرة أخرى. التصوير ديال الفيلم كان مميز وكمل هاد التفاصيل الدقيقة، الشيء اللي عطاه قيمة أكثر وخلاه يهرب سنوات على الأفلام الأخرى. الكادراج ديال أماكن التصوير كيخلي كل لقطة تبان بحال لوحة فنية معبرة ما كتسخاش تحيد عينك عليها، واللقطات ما مصوراش غير عبث ولكن كل كادر كيوصل رسالة معينة للمشاهد. فباش يوصل المخرج كيفاش المدينة خانقة شخصياتها وسادة عليهم، قرر أنه يخشي الممثلين في كادرات اللي ضيقة سواء في السراجم البيبان ولا الحيوط باش يزيد من المعاناة ديالهم ويقربنا من الضغط النفسي اللي كيعيشوه. الفيلم واخا ترشح لجوائز الأوسكار وربح جوائز وطنية عالمية واللي كتيرة بحال الجائزة الكبرى في مهرجان تطوان الدولي، جائزة جولدن ايريس لأفضل فيلم في مهرجان بروكسل الدولي، وجائزة أفضل فيلم إفريقي في مهرجان السينما الإفريقية، إلا أنه كان عنده انتقاد كبير من طرف الجمهور في العرض الأول ديالو في تطوان. في البداية تقدم المخرج للمنصة مفتخر بالفيلم ديالو وكان فضول الجمهور لمشاهدة اللقطات ديال تطوان كبير، غير أن داكشي اللي كان متخطط ليه ما مشاش كما بغى المخرج. التطوانيين تحبطوا وتعصبوا على الصورة اللي قدمها المخرج للفيلم على أنها وكر للدعارة والفساد والتطرف وحتى اللغة المستعملة اللي قال المخرج أنها شبابية، إلا أن المشاهدين اعتبروا الكلام الساقط اللي في الفيلم كيسيء للمجتمع المغربي والعائلات المغربية البسيطة. هذا الشيء اللي كيعكس تماما الرأي ديال المخرج العالمي سكورسيزي واللي علق على أن الفيلم عرف تطور كبير ولقى نوعية في السينما المغربية، واللي هي الشهادة اللي كيعتز بها بن سعيدي في المسيرة ديالو كمخرج مغربي. بيع الموت هو فيلم اللي نجح أنه يقرب من قلوب المشاهدين واخا سوداوي ومظلم، إلا أنه قاس واقع المجتمع المغربي في قالب متكامل من الفكاهة والواقعية رغم النواقص اللي فيه. الفيلم قدر أنه يكون ذو طابع اجتماعي بامتياز وقدر أنه يعلمنا درس قاسي في الحياة واللي هي الصداقة والمحبة، شحال ما طولات وكبرات معانا إلا أن الغدر وتغير الأهداف في الحياة كيبقاو طبيعة إنسانية ما عمرها تبدل وما عمرها تقل. الفيلم ما كيلومش الشخصيات بل كيقربنا لحياتها وكيخلينا حنا اللي نقرروا واش تصرفاتهم وتعاملاتهم صحيحه او غلطه. كل واحد فينا في الاخر د الفيلم غيشكل صوره مختلفه عليه، ولكن اللي غنشاركوا فيه كاملين هو ان بيع الموت هو افضل فيلم درامي مغربي داز في التاريخ. وهذه كانت هي المراجعه الكامله للفيلم المغربي بيع الموت. الى عجبكم المحتوى ما تنسوش تشتركوا في القناه وديروا جيم الفيديو باش يوصل للناس اكثر، وإلا بغيتوا تشوفوا مراجعات اكثر الافلام مغربيه اللي كثيره ما تنسوش تدخلوا لهذا البلاي ليست. كان معكم حسام من مروكن موفيز اركايف، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.